السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شباب؟ عساكم طيبين. بشرونا على حالكم. النهاردة المقطع هيكون مقطع شاطح، مش هيكون عن اللايف ستايل. أتمنى تكتبوا لي يا جماعة في المقطع ده أفكار أعملها في المقاطع الشاطحة، أفكار كده، أفكار غير القصص. عاوزكم تكتبوا لي أفكار أتكلم عنها غير القصص. المشكلة يا شباب لما بيحصل لي موقف أتذكر الموقف، الذاكرة عندي 5 جيجا. سامج. بس كده نبتدي القصة يا شباب. ما تنسوش الدعم واللايكات. أنت تستطيع. وبس يا شباب نبتدي القصة. بص بقى يا صاحبي، عاوزك تتخيل معايا إن لو الثقة بالنفس كانت لعبة بلاي ستيشن، يعني أول ما تصحى من النوم وتقف قدام المراية وتقول لنفسك أنا جامد، هتاخد 100 نقطة اكسبها على طول. أول مستوى في اللعبة دي حاجة بسيطة جدا، إنك تطلع وتتكلم قدام الناس براحتك وإنت مش خايف. يعني مرة تقول نكتة خفيفة وتضحكوا وتلاقي نفسك فجأة واخد 50 نقطة. استغفر الله. يعني مرة تقول نكتة خفيفة وتضحكوا وتلاقي نفسك فجأة واخد 50 نقطة ثقة. بس لو صوتك هرب منك زي كده بالظبط هتلاقي 20 نقطة من الثقة طاروا منك. بس عادي جدا، ده بيحصل لأي حد، وأنا نفسي حصل لي كده كتير. المهم يا صاحبي إنك تكمل وتعافر وتجرب وتحاول، لأن اللعبة دي مش بتديك بوينتس غير لما تخوض التجربة الكاملة. يعني لازم تحاول وتصبر ولازم تتألم وتخسر كل ده عشان بعد كده مستواك يعلى وتبقى شجاع. بص يا صاحبي، مثلا لو كلمت بنت المهم خلينا في موضوعنا. فانت مثلا يا صديقي لو كلمت بنت تمام من غير ما تتهته، انت كده هتبقى عملت انجاز كبير، كده هيكون انجاز كامل انت عملته. بس لو فضلت ساكت اللعبة هتطلع لك رسالة You missed a chance 50 confidence points. أحس نفسي قلبت أجنبي. أصعب مستوى بقى بوس فايت، وده بيجي لما تعمل وتقدم عرض في المدرسة اللي هو البرزنتيشن، أو لما تكون أول مرة تروح فيها الجيم. وهنا بقى هتلاقي أصوات كتيرة عمالة تيجي في دماغك وبتقول لك يا عم ما تروحش، يا عم كبر مخك، كبر الجمجمة. يعني الناس كلها بصالك، هيخطفوك. يخطفوني أنا؟ استغفر الله. Welcome to the gym. Choose your weapon, dumbbell or run away. بس لو فضلت مكمل المهمة ومستمر، حتى لو وجعت الدمبل على رجلك هتكسب 200 نقطة XP، وهتكسب كمان شجاعة. والأحسن من كده يا صديقي، هتلاقي اللعبة فتحت لك ليفل جديد. اسم الليفل الثقة بالنفس. بتكبر وترحب بك اللعبة عشان تتشجع وتكمل الطريق. وخليني أقولك على سر يا صديقي، اللعبة دي ما فيهاش سيف جيم، يعني مش هتعرف تحتفظ بمستواك ولا بثقتك ولا بشجاعتك. يعني مش هتعرف تقول أنا واثق. كل يوم يا صديقي لازم تفتح اللعبة تاني، كل يوم في ليفل جديد. الزبدة يا صديقي إن الثقة بالنفس مش وحش عادي هتعديه وتكسب وخلاص، دي مستويات كتيرة ورحلة كبيرة قوي. فيا صديقي حسيت إني طولت، بس ما علينا، المهم تستفادوا من القصة وتعرفوا إيه الهدف منها. فيا صديقي كل ما تلعب وتخسر وتقوم تاني يوم، كل ما تبقى أقوى وأحسن من الأول. فيلا يا صاحبي خد الكنترول بتاعك وابدأ لعبتك الحقيقية دلوقتي، وارفع مستواك وخليك شجاع على طول. وزي ما بنقول كل مرة، خليك دايما الأول في حياتك، صحتك وراحتك أهم، وخلي دايما وضعك ثابت على وضعك. سلام.